تخيل تبعت فلوس وتدي من قلبك، وفي الآخر تكتشف إن أغلى حاجة جبتها راحت في مكان تاني. اسمع القصة دي للنهاية، يمكن تراجع نفسك قبل ما تثق بسرعة. أنا بشتغل بره في السعودية بقالها كذا سنة، ومامي كانت هي السبب في إني أتعرف على بنت من قرايبها. قالت لي: بنت محترمة وأصلها طيب، دي تنفع لك. نزلت أجازة وقتها واتقابلنا واتخطبنا، وكل حاجة كانت ماشية تمام. كنت كل ما أنزل مصر أجيب لها هدايا وأزورهم، وبين الأجازات كنت بحول لها فلوس تساعدها بيها على حاجتها، يعني كنت بعمل اللي عليا بالتمام والكمال. بس في مرة ماما راحت تزورهم، ولما خرجت كلمتني وقالت لي: يا ابني خطيبتك مش لابسة الدبلة، في حاجة؟ طبعا استغربت، ولما نزلت مصر سألتها، قالت لي: وقعت مني ولسه بدور عليها. قلت: فداكي، بسيطة، المهم إنك بخير. لكن الغريب، بعدها بأسبوعين لقيتها منزلة صورة بالموبايل جديد آخر موديل، وسعره مش قليل خالص، مع إنها ما بتشتغلش. فسألتها بلطف: جبت التليفون ده منين؟ قالت لي: بالتقسيط، بدفع 2000 كل شهر. بس قلبي قال لي لأ. صليت استخارة، ومن بعدها قلبي مقبوض ومش مرتاح، فقررت أنهي الموضوع. قلت لها بكل احترام: رجعي لي الدبلة ونقفل الموضوع من غير مشاكل. عدى دلوقتي أكتر من 5 شهور ولسه ما رجعتش. ويا ريت كنت سمعت إحساسي من الأول. اكتب في الكومنتات لو كنت مكاني، كنت هتسامح ولا كنت هتعمل زيه وتفسخ؟ وحط لو شايف إن الإحساس عمره ما بيكذب.